يقول لكم يا هلا بكم يا هلا بكم بسم الله بعد الحداد. المنسف أو الطبق الرئيسي لعراسنا العربية الفلسطينية، معروف كمان باسم رز ولبن، بسم الله بعد الحداد، أو مثل ما كانوا يقولوا أجدادنا لبن أمه. اليوم بدنا نعرف شو هو طبيخ العرس العربي الفلسطيني بمنطقة الناصرة والشمال. وهيمن يا رحمن يا الشاعر الشعبي بدا ان الخبر. شو يعني طبيخ عراس؟ اجينا على قاعة افراح انا وياكم بدنا نرافق الشيف نزار عبد القادر عشان يحكي لنا عن الطبخ وعن العراس. تحياتي يا حميد حبيبي. يا هلا وجبة المنسف الرئيسية هي عبارة عن الرز واللحم، أو كان اسمها قديما لبن أمه. أكيد الكبار بيعرفوا هذا المسمى، وإلها رجعة كتير في التاريخ لأصل الأكلة هاي. اليوم بالعرس رح نتعرف على هذا الطبق الشهي، ومن هاي اللحظة رح نشوف المنسف وتفاصيل. يا عريس صورنا حد السيوف يا متفرج تعال شوف يا مرحبا بكل الزوار يا مرحبا بكل الزوار. إلي كتير سنين بشتغل في مجال الرز والمناسف في الأعراس العربية، شغلة كتير حلوة، شغلة فيها من تراثنا من عاداتنا، فيها كتير خير كتير كرم كتير محبة بين الناس. أكتر محل بتحس إنه فيه محبة وألفة بين الناس هو الأعراس، ساحة الأعراس. بتشوف قديش المجتمع بتكاتف في الأعراس العربية، قديش الناس بتحب تشارك بعضها في الأعراس، قديش صاحب العرس بيكون مهتم إنه يقدم لمعازيمه أجود أنواع الطعام وأفخرها. أصحاب الأعراس بيهتموا يجيبوا أحسن طباخين وأمهر الطباخين في البلد عشان يكرموا معازيمهم. إحنا بدورنا بنأدي الرسالة، نتأمل إنها تكون على أتم وجه. يعني ممنوع يكون في أخطاء، شغلتنا ما بتستحملش الأخطاء، بده يكون عندك تركيز عالي، اللي ما يكون عندك صفر أخطاء في الشغل عشان تطلع النتيجة 100%. ما بنكب الأكل بالآخر، فيش إشي اسمه الأكل ينكب. أنت بتعرف تقيم معازيمك، بتقدرهن صح، بتشتغل صح، بتطبخ حسب خبرتك، وإلا بزيد عندك كثير أشياء وممكن تدور توزع فيها وما تعرف وين. هون بتيجي دور الطباخ الشاطر اللي هو صاحب خبرة في تقديراته ما بين الناس. بدك تكون تعرف العائلات والمنطقة اللي تشتغل فيها. فإحنا ما بنروح نشتغل في بلاد اللي بعيدة ما بنعرف ولا إيش عن عاداتها. إحنا مختصين في منطقة الناصري، بنعرف أهل الناصري، بنعرف منطقة الناصري. لا صحيح لا، بجوع بس اروح على البيت على الساعه 11 12. اصعب مرحله بالعرس هي التسقية، اللي هي تقديم الطعام. كل عرس هو عباره عن امتحان، كل عرس هو عباره عن امتحان. انت بتمتحن نفسك قدام المعازيم، قدام اصحاب العرس. حبيبي الف صحه وانا حبيبي حبايبي، مبروك مبروك حبيبي، مرحبا شباب حبيبي. لأنه هاي الوجبات العادية اللي احنا متعودين عليها، نعمل رز ولبن من يوم ما وعيت على الدنيا واحنا نعمل رز ولبن، متعودين عليه بدناش نغير. أما جيل اليوم بحب يغير، يعمل قاعات ويعمل وجبات. أنا يمكن بحضرهاش، أما هذا الجيل بكيف على ما احنا جيلنا بغيرش عن هيك. هاي أحسن شغلة احنا يعني مبسوطين فيها، مكيفين. رز ولبن عادتنا وتراثنا وحياتنا وأجدادنا وأمياتنا، بعيدنا عن هذا الإشي. اللي حضر حضر واللي ما حضر يقلص البحر. بعد ما المدعوين يتناولوا المنسف تنطلق الحفلة، أو بما يسمى صف الحول. يصور يا مجد صور عرسنا قمر ومنور، صور يا مجد صور عرسنا قمر ومنور. وأكيد طعام العرس فيه تحلاي، وكنافة هي الخاتمة. جيران الميدان الكرم هم العنوان.